اللاعب الكندي اسماعيل كوني انكسرت رجله اليسرى بمكانين، العظم الكبير التيبيا والعظم الرفيع الفيبيولا. الإصابة صارت لأن الضربة اجت من الخلف والرجل كانت ثابتة على الأرض، انتقلت القوة للعظم وانكسر. أول مشكلة بهيج إصابة مو الكسر وحده، الألم الشديد سيفير بين. الألم يرفع نبضات القلب والضغط وممكن يخلي المصاب يدخل بحالة صدمة نيوروجينيك شوك. ولهذا شفنا فريق الإسعاف استخدموا أداة اسمها الصافرة الخضراء. هاي جهاز صغير يستنشق من المصاب دواء اسمه الميثوكسيفلورين. بعد عدة أنفاس هذا الألم راح يخف بسرعة ويسهل نقل المصاب. استخدم سابقا للتخدير بجرعات عالية، لكن اليوم يستخدم بجرعات قليلة لتسكين الألم. وإصابة كوني شفنا المسعفين ثبتوا الساق بجبيرة وحافظوا على استقرارها، وهذا أهم الخطوات بالإسعاف الأولي. شنو يصير بعدين؟ بالمستشفى غالبا يحتاج عملية تثبيت جراحي، يدخل الجراح مسمار معدني طويل داخل عظم الساق الكبير حتى يحافظ على استقامته، وإذا كان الكسر شظية غير مستقرة يثبت بصفيحة وبراغي. الهدف مو تسريع الالتئام بل تثبيت العظم حتى يلتئم صح ويستعيد المريض الحركة بأمان. جد يحتاج حتى يرجع. أول أسبوعين راحة وتقليل الورم، بعد 6 أسابيع يبدأ يتحمل الوزن تدريجيا إذا الأشعة مطمئنة. بعد 3 أشهر يبدأ بالركض الخفيف وتدريبات التوازن. بين 4 أشهر ل 6 أشهر راح يرجع بالتدريبات الجماعية إذا التأهيل الطبي مشى طبيعي. لهذا الأطباء استبعدوا كوني من المونديال. العظم يلتئم، لكن كل لاعب كرة القدم يحتاج سرعة وتغيير اتجاه وقوة وثقة بالساق، وهذا يحتاج وقت طويل وتأهيل دقيق. الخلاصة الكسر مزدوج بالعظم الكبير والصغير بالتيبيا والفيبيولا، علاجه تثبيت جراحي وتأهيل طويل. العودة للملاعب تحتاج 4 إلى 6 أشهر.